من نظامي ظالم هو ظالم زامك كم كل يا ووه زامك كم كل يا ووه كل من نظامي ظالم هو ظالم زامك كم كل يا ووه زامك كم كل يا ووه. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. قله بختي بختمه بختمه قله هرنا براء يا ووه قله هرنا براء يا ووه قله سيا چاريم چاريم قله دنگي دا يا ووه قله دنگي دا يا ووه قله حاجي مريم هر بركبه ملا ووه قله حاجي مريم هر بركبه ملا ووه قله من زامي ظالم هو ظالم زامك كم كول يا ووه زامك كم كول يا ووه. قله بختي بختمه بختمه قله هر نبراء يا ووه قله هر نبراء يا ووه قله ساقي سا جامي هو جامي قل انججد اخيلم قل انججد اخيلم قله حاجي مريم هر بركبه ملاو قل من زامي زامه ظالم زامك كمكول يا بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. هرلي هلا بجهد تويلي زيقي من زلقي عشرة وخيلي هرلي هلا بجهد تويلي جيقي من زلقي عشرة وخيلي عاشق الباغم بوقلان ويلي وداي باني سربو إيمي بيلي وداي باني سربو إيمي بيلي كليان وكليان كلي كي باوي كليان وكليان كلي كي باوي ويني بهشتن ويروي دنياوي ويني بهشتن ويروي دنياوي. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شيف حسن. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم ترافقونا مشاهدة. موضوع حلقتنا لليوم كتير مهم وهو الضغوط النفسية وكيفية التعامل
معها. وللحديث حول هذا الموضوع معي بالاستوديو الأخصائية النفسية الأنسة فيروز بيزي. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. كثير الشكر لك ولوجودك معنا لنتناول هذا الموضوع المهم اللي هو الضغوط النفسية. بداية أنسة فيروز ومتابعينا الكرام مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام، خلونا نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضلوا. الضغط النفسي أو ما يعرف بالإجهاد هو حالة من القلق أو التوتر النفسي الناجم عن وضع صعب يمر به الشخص، وهي استجابة طبيعية تدفع الإنسان إلى مواجهة التحديات والتهديدات التي قد يمر بها في الحياة. ويؤثر الإجهاد على العقل والجسم معا، فالقليل منه قد يكون مفيدا ويساعد في أداء الأنشطة اليومية، في حين الكثير منه قد يسبب مشاكل في الصحة الجسدية والنفسية لدى الشخص. ومن أعراض الضغط النفسي بحسب منظمة الصحة العالمية صعوبة في الاسترخاء، وقد يترافق بطيف من الانفعالات من بينها القلق وسرعة التوتر، صعوبة في النوم أو في التركيز، إمكانية وجود صداع أو أوجاع أخرى كاضطراب المعدة، وفقدان أو زيادة الشهية لتناول الطعام. ومن النصائح لإدارة الإجهاد والضغوط النفسية وضع روتين يومي لاستخدام الوقت بكفاءة والإحساس بقدر أكبر من السيطرة، زيادة التواصل مع الأسرة والآخرين، تناول وجبات غذائية متوازنة وفي أوقات منتظمة، وشرب ما يكفي من السوائل، وأخذ قسط كاف من النوم. من جديد يسعد صباحكم متابعينا وصباحك أنسة فيروز. أهلا وسهلا. بداية أنسة فيروز خلينا نفهم حول هذا الموضوع الشائع والذي بات يردد كثيرا على أسماعنا، الضغط النفسي ما هو كتعريف؟ هلا الضغط النفسي كانت ولا زالت من أهم الموضوعات اللي انشغل بال كثير من المتخصصين والعلماء. نعم. على رأسهم علماء علم النفس. طبعا الضغط النفسي هي الضغوطات التي يتعرض عليها الفرد أو أي شخص يسبب عند الشخص عدم السعادة أو عدم الشعور بالراحة. طبعا العوامل المؤثرة عليها تسمى العوامل الضاغطة. هدول العوامل تتفاوت شدتها ونوعها وحدتها من شخص لآخر ومن وقت لآخر، بالإضافة لنتائج التأثير تكون مدمرة أو خطيرة لبعض الأشخاص. نعم. وتكون متجاوبة عند بعض الأشخاص الثانيين. هناك الكثير من الالتباس أنسة فيروز فيما يتعلق بفهم ما هو الضغط النفسي بالتحديد. يعني على سبيل الذكر، يعني هناك من يقول بأن القلق هو الضغط النفسي، وهناك أيضا من يشير للمنبهات والمثيرات التي تؤدي لهذه الحالة بالضغط النفسي. فكتير مهم أنه نحن نعرف بأنه الضغط النفسي هو حالة أو رد فعل الجسم لظرف أو وضع صعب. برأيك هل تختلف هذه الاستجابة من شخص لآخر، وعلى ماذا يتوقف هذه الاستجابة؟ تماما. هلا طبيعي انه تكون التفاوت بالضغط وتأثيرها من شخص لآخر بيختلف. تمام، لانه هي ردود فعل الجسم حسب استجابه الجسم للضغوطات اللي عم يتعرض عليها. ففي اشخاص بيتقبلوا الضغوطات وبيتجاوبوا معا نتيجه بعض التقنيات او الاستراتيجيات بيقوم فيها ليخفف من الضغط اللي عنده، وفي اشخاص بيتعاملوا بصعوبه لانه ما عندهم هالتقنيات والاستراتيجيات اللي لازم يقوم فيها. تقنيات واستراتيجيات او مهارات بتكون متوفره لدى الشخص، ممكن يكون ايضا بكلام آخر عوامل موجودة، عوامل أكيد. ذاتية بيولوجية أو مثلا عوامل لها علاقة بالتنشئة الاجتماعية لدى الشخص. أكيد. في عوامل بتكون الأسرة، في عوامل بتكون دوافع ذاتية، في عوامل بتكون اجتماعية. كل شخص وحسب شو متوفر عنده من العوامل ليتساهل معه ويتجاوب مع الضغوطات اللي عم يتعرض عليها. أنسة فيروز، عنا استطلاع أجروه فريق راديو بوير اف ام مع عدد من الناس، سألوهم حول موضوع حلقتنا. خلونا سوا نستمع لآراء الناس وبنرجع نكفي الحوار. تمام. هلا بالنسبة للضغوطات النفسية اللي عم نعيشها بشكل عام، هي نتيجة تراكمات مختلفة مثل زيادة ضغط العمل، الوضع الاقتصادي بالبلد، التنمر،
منها الكثير من الضغوطات النفسية. أكيد مريت بضغط النفسي نتيجة الامتحانات، كان ضغط كتير كبير علي، حاولت أتخلص منها بس كان صعب كتير، والحمد لله بدعم من أهلي وقفت على رجلي وتخلصت من الضغط والتوتر. الضغط النفسي برأيي يعني دائما سلبي على الإنسان، والتعامل معها أما عن طريق أخذ قسط من الراحة بعيدا عن الضغوطات النفسية أو ممارسة الرياضة، وإذا لزم الأمر نلتجئ إلى طبيب مختص بهذه الأمراض. هلا بالنسبة للضغوط النفسية أن يكون شعور أنه إنسان يكون تحت ضغط غير طبيعي، ويمكن أن يأتي هذا الضغط من جوانب مختلفة في الحياة أو في اليوم، مثل زيادة عبء العمل أو فترة انتقالية أو جدال في العائلة أو مخاوف مالية قائمة. وهل الضغوط لها تأثير تراكمي بحيث تتراكم كل الضغوطات فوق بعضها بعض، وخلال هذه المواقف يشعر الإنسان بانزعاج، توتر، والقلق بسرعة، أو يؤدي إلى كثير من الاضطرابات النفسية مثل القلق والمخاوف المرضية. ألا وإلى أعراض كمان يؤثر على الإنسان بشكل سلبي، يعني يؤدي إلى صعوبة في التركيز، أو دائما إنسان مقلق أو قلق مستمر، نسيان أشياء في حياة اليومية، أو صعوبة في اتخاذ القرارات. الضغوط النفسية أكيد مريت بالضغوط النفسية، بعتقد ما في حدا بالمنطقة ما تعرض لهذا الشيء. عموما بسوريا وخصوصا بمنطقتنا، كونه عم نمرق من أكثر من 10 سنين بظروف اقتصادية واجتماعية كتير صعبة، وطبعا هو الشيء كتير سلبي، واحتمال العصبية والانعزال وهالقصص تنتج عنه أو بتتحول لمشاكل تانية. لهيك لازم الواحد يتدارك. التدارك بيكون مثل هي ضغوط تقريبا يومية، يعني كونه متعلقة بالاقتصاد والقصص الحياتية اليومية، يعني لازم تجنبها أو تداركها بيكون بنفس الوقت أو بنفس اليوم. لازم تتعالج أكيد قبل ما تتفاقم وتكبر. خصوص الضغوطات النفسية، يعني أنا وكل شخص بتوقع مر بضغوطات نفسية. الضغوطات النفسية أسبابها يعني بيئة العمل، بيئة البيت، بيئة الشغل، بيئة الحارة اللي عم تعيش فيها. يعني ما بتوقع الضغط النفسي سلبي دائما على الإنسان. أحيانا الضغط النفسي بيخليك تحل مشكلة ممكن يعني أنت عم تمر فيها كل حياتك، أو عم تمر فيها فترة معينة بسبب الضغط النفسي، وبدك تحل هالمشكلة أو بدك تشيل هالضغط النفسي من على حالك، فأنت بتفكر لحل هالمشكلة وبأسرع وقت. طبعا التعامل مع الضغوطات النفسية يعني من وجهة نظري بتكون يعني ما بناخد القرار بسرعة. يعني أي قرار حتى تتخذه لازم يكون بصبر وبتركيز. الضغط النفسي أو الضغط البيولوجي هو واحد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، بجانب اضطرابات أخرى مثل القلق والمخاوف المرضية وغيرها. أما التعامل مع هذا المرض وهو الضغط النفسي: التنفس، خذ نفساً عميق، ابتسم حتى إن كنت لا تشعر برغبة في الابتسام، وممارسة التمارين الرياضية. طبعا الضغط النفسي هي الحالة الناتجة عن عدم توازن الشخص بين مطالب الحياة وبين قدرة الفرد على القيام بتلك المطالب. كيفية التخفيف من الضغوط النفسية أو الأسلوب الذي يمكن أن على الشخص أن يخفف من الضغط النفسي عليه: يجب أن يمارس الرياضة بشكل دائم، أن يبتعد عن الأماكن التي يكون فيها ضغوطات نفسية، يعني يجب أن يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها الضحك الكثير، النكت أو تلك الأماكن. يجب أن يتواصل مع الآخرين، أن يكون هناك تواصل مع الآخرين بشكل مستمر.
من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصباحك أنسة فيروز. أهلا وسهلا. استمعنا للأصوات ولآراء الناس حول الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها. كيف شفت الآراء؟ هلا الآراء كانت فيها كتير شيء ملموس من الضغوطات اللي عم يتعرضوا عليها، شيء إنه تقريب وقت الامتحانات أو الانتقال من منزل إلى آخر أو ضغوطات العمل أو ضغوطات الحياتية أو الأسرية. فكل شيء كان قريب من الواقع، حكوا الضغوطات الموجودة عندهم. يعني بيعكس إنه الأشخاص فعلا عم بيعانوا من ضغوطات وعم بيحكوا من تجاربهم العملية. أكيد لأنه الضغوطات هي جزء من حياتنا اليومية. صحيح. تمام. بالإضافة إنه التعامل مع الضغوطات النفسية لا يعني التخلص من الضغوطات. تمام. إنما فهم وإدراك الأعراض وكيفية التعامل معها. تمام. فكانوا عم بيلامسوا شيء كتير قريب من الواقع، وعندهم إدراك إنه بممارسة الرياضة، تناول الغذاء الصحي، التواصل مع الآخرين، فكان في شيء نمط بيساعدوا بعض. يعني كان في ثقافة لدى الأشخاص أكيد. إنه ما هو الضغط النفسي وماذا يتطلب لإدراك هذه الحالة. تمام. وعدم تجاوز الحالة اللي بيكون فيها الشخص لمشاكل نفسية ممكن أنه تصير. بعض الأشخاص أشاروا بالاستطلاع أنه الضغط النفسي هو دائما سلبي، وأصوات أخرى قالت بأنه ليس دائما الضغط النفسي هو سلبي، ممكن يكون حافز يدفع الشخص أنه فعلا يفكر بحل مشكلة ما. السؤال هنا متى تتحول تلك الحالة والاستجابة الطبيعية البشرية إلى شكل سلبي ومشكلة؟ تمام. هلا الضغوطات النفسية بتتحول مشكلة عند الشخص لما يتم ملاحظة كذا جوانب. أولا ملاحظة الأعراض، اثنين ملاحظة الآثار، شعور الآخرين بوجود ضغط نفسي عندك. متى يبدأ الضغط النفسي مشكلة؟ يبدأ الضغط النفسي المشكلة عند الشخص عندما يكون الضغط كبير ويحدث باستمرار ويحدث بتكرار. تمام. ولا نملك القوة الإيجابية للتعامل معها. تمام. ثانيا وقت اللي بتكون عندك الضغط النفسي، أنت موجود تحت ضغط نفسي لفترة طويلة من الوقت، وبالتالي يتم ملاحظة الأعراض، مثلا قلة النوم، مشاكل النوم، أحد الأعراض اللي ممكن الصداع المستمر، العصبية الزائدة. ثالثا بتبلش عندك الضغط النفسي مشكلة عندما يتم ملاحظة أثر الضغوطات النفسية. كيف؟ مثلا بتلاحظ على شخص أثر الإرهاق الشديد، بيكون بادي على شخص الإرهاق الشديد. تمام. 100%. قلة الإنجاز مقابل العمل المبذل. تمام. فكمان عم بيعطيك مؤشر إنه في خلل. كمان في عندك الشغلة الثانية العصبية الزائدة والانفعالية، خصوصا انه مستويات العصبية بترتفع، وعند الكثير من الأشخاص يعني العصبية في ازدياد يعني 100%. كمان عندما يتم ملاحظة أو شعور الآخرين من الأصدقاء أو الأقارب بوجود ضغط نفسي. تمام. فهذا الشخص أنت عم بتسببي له حالة القلق للأصدقاء والأقارب. هون فينا نقول إنه الضغط النفسي صارت مشكلة. هون صار فينا نتدخل أخصائي نفسي أو مرشد نفسي. ما يعني إنه الضغط النفسي مثل ما تفضلتي هلأ من شوي إنه هي بتسبب دائما بتكون طاقة سلبية. لا، أحيانا الضغط النفسي بيخليك تتجاوز أو تقوم بإنجاز رغبة ما. تمام. لأنه الضغط النفسي أحيانا بيبعث بالشخص روح الإثارة، تحفزه. أكيد تحفيز. مثلا تنجي مثال بسيط على هذا الموضوع. طالب بيخاف من مادة معينة، فبتلاحظي إنه قبل المادة بيفتح دورات وبيركز بالدراسة وبيركز على الساعات اللي بده يدرس فيها. بتلاقي بنهاية العام الدراسي جاي فيها مجموع كبير، لأنه كان في عنده خوف من هاي المادة، والخوف اللي هو حافز كان عنده شجع الشخص إنه يبلش يشتغل على حاله أكتر. نتناول أيضا لنفهم أكثر الموضوع، نفهم أشكال الضغط النفسي. ما هي تلك الأشكال للضغط النفسي، ووفقا لماذا يتم تصنيف تلك الأشكال؟ وفقا للشدة أو وفقا للمدة؟ ذكرتي قبل قليل أنه تتكرر وتستمر لفترات طويلة. تمام. هلا أشكال الضغوطات النفسية بتجي على بندين: الضغوطات التي تأتي بشكل مفاجئ، والضغوطات التي تكون مستمرة أو المتواصلة. الضغوطات التي تأتي بشكل مفاجئ
هي الناتجة عن الإصابة بمرض أو وفاة شخص عزيز أو خسارة مادية أو تغيير في الوضع الاجتماعي. تمام. أما بالنسبة للضغوطات المستمرة أو المتواصلة، هذا النوع من الضغوطات تأتي نتيجة خطر يهدد الجسم على مدى السنين. خطر يهدد الجسم على مدى السنين، يعني مثلا ضعف مناعة الجسم. بتلاحظي الشخص عم ينصاب بأمراض عادية بشكل متكرر، أو الأمراض المزمنة، مثلا ارتفاع ضغط أو الدم الأمراض أو الخطيرة اللي ممكن ترفع من معدل التوتر لدى الشخص. السكري، المرض السكري أو الأمراض الخطيرة، ضغط الدم بتلاقيها بزيادة أو النقصان. تمام. فهون في عندك شكلين اللي هي ضغوطات التي تأتي بشكل مباشر والمستمرة والمتواصلة. نعم. نتحدث عن أنواع الضغوطات أو أسباب الضغوط النفسية لدى الأشخاص. أنسي فيروز. تمام. هلأ أنواع الضغوطات النفسية استمرار في مصدر الضغط على الفرد يؤدي إلى ظهور اضطرابات في كافة أنحاء الجسم. تمام. هون بيتم ملاحظة الأعراض، يتم تصنيف المراحل تبع الضغط النفسي، اللي هي أول مرحلة بتكون مرحلة استجابة الإنذار، ثاني مرحلة هي مرحلة المقاومة، ثالث مرحلة هي مرحلة الإنهاك أو الإعياء. مرحلة استجابة الإنذار، تعرض الشخص بشكل مفاجئ يؤدي إلى عدم تهيؤ الجسم بالتعامل مع المشكلة. أما بيكون غير مهيئ للصدمة، بيلاقي صعوبة بالتعامل مع الصدمة أو المصدر الضاغط أو الظرف أو المثير اللي حدث وسبب عند الشخص حالة الضغط النفسي. هناك تغييرات تحدث في الجسم أنسي فيروز خلال هذه المرحلة؟ أكيد بيصير في عندك توتر وقلق. تمام. لأنه الجسم بالأساس ما بيكون مهيئ للضغط. تمام. بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة المقاومة. تمام. إذا استمر المصدر الضاغط في الضغط على الفرد ولفترات أطول وبظروف أصعب، بيتعرض الجسم لمرحلة المقاومة اللي تكون ناتجة عن هذا المصدر الضاغط. يعني المقاومة بتطلع نتيجة المصدر الضاغط. هون بيكون الجسم أخذ كفايته ليكتسب كيفية التعامل مع هاي الصدمة، فإما يتعامل مع الضغط بشكل إيجابي ويداركه، وإما تؤدي للمرحلة الثالثة الإنهاك أو الإعياء. هون صار عندك مرحلة، بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة المقاومة، بيستجيب الجسم، بيكون اكتسب كيفية التعامل مع المصادر الضاغطة. إذا ما قدر يتعامل معها بطريقة إيجابية بيفوت مرحلة الإنهاك أو الإعياء. هون إذا استمر الضغوطات النفسية لفترة أطول ولضغوطات متكررة ومتغيرة، مرحلة المقاومة تصل لمرحلة يعجز فيها عن الاستمرار في المقاومة، الهروب يعني. تمام. فبيصل لمرحلة الإنهاك. هون بيتطلب من الشخص أنه يتعامل مع شخص موثوق، سواء كان مرشد نفسي، أخصائي نفسي، طبيب نفسي، يستعين، أو بيجوز هذا الشخص ما يكون حدا مختص، لأنه عندك فيه تفريغ طاقات الانفعالية كمان. تمام. بيجوز يكون زميل أو صديقة أو تمام. فبيصل لمرحلة إنه صار بده تدخل، لأنه بيكون واصل هو بطبيعته على مرحلة الإنهاك. يمر الضغط النفسي بثلاث مراحل مثل ما ذكرتي: مرحلة الاستجابة للإنذار، مرحلة المقاومة أو الهروب، ومرحلة الإنهاء أو الإعياء. بتضل على مستوى استجابة الشخص، بتضل على شخصية الشخص يمكن أكيد. ومدى استجابته، سواء يدافع عن نفسه أو يكون عنده مهارات بتساعده لا يتجاوز الضغط النفسي من أنه يتحول لشكل آخر. هل هناك من تشابه بين أعراض الضغط النفسي أنسي فيروز مع حالات نفسية أو اضطرابات نفسية أخرى؟ هلأ الأعراض تبع الضغط النفسي في عندك 4 نقاط فينا نسلط الضوء عليها. نعم. مثلا تجي عندك الأعراض العضوية. تمام. مثلا زيادة تفريز العرق، زيادة إفراز العرق. تمام. أو الارتفاع أو الشدة في ضغط الدم. تمام. كمان عندك الأعراض الانفعالية، العصبية الزايدة. تمام. 100%. الأعراض الانفعالية هي مثلا تجي اليأس، الاكتئاب، العصبية.
ممكن يكون الشديد. التوتر عامل مشترك أو عرض مشترك بين الضغط النفسي والقلق أو الاكتئاب. نحن ذكرنا قبل هلا إذا قلنا إذا استمرت الضغوطات فبتبين عندك الاضطرابات بكافة أنحاء الجسم. تمام. في عندك الأعراض المعرفية. نعم. تمام. هلا الأعراض المعرفية بتلاحظي في تشويش واختلاط بالتفكير عند الشخص، صعوبة في التركيز. تمام. انخفاض التركيز أو التنبيه. تمام. انخفاض في كل الوظائف العقلية العليا، مثلا الفهم، الإدراك، التصور، التخيل، أو الانخفاض في اضطرابات في بعض وظائف الذاكرة. تمام. اتخاذ قرارات غير جدية، يعني بتعجل ياخذ قرارات. صعوبة اتخاذ القرارات. من هم المعرضون أكثر للضغط النفسي أنسي فيروز، الرجال أم النساء برأيك؟ نتيجة الظروف اللي نحن فيها. تمام. الضغوطات الاجتماعية والحياتية واليومية والعائلية، فكل الأشخاص معرضين للضغوطات النفسية. حتى الطفل بهالظروف بظرف 14 سنة 13 سنة الكل معرض للضغوطات، لأنه في جوانب كتير مادية اجتماعية بتأثر على الشخص. تمام. فكل الأشخاص بدون استثناء، النساء لا صح، النساء كمان الرجال في عليهم الدراسات تشير إنه النساء هم معرضات للإصابة أو للمرور بالضغوطات النفسية بشكل أكبر من الرجال. الكثير من الدراسات تشير. تمام. هلا صح. دائما بنشوف الفئة الأكثر تعرضا هي النساء، لأنه النساء بتتعرض للعمل برات المنزل وجوا المنزل، مصادر التوتر أكثر. كونها هي بطبيعتها عاطفية أكثر، وهذا الشيء عم بيزيد من التوتر. أكيد المرأة بتخاف أكثر من الرجل. تمام. المرأة حساسة أكثر من الرجل بكتير مواقف، بس ما فينا نشمل الكل، إنه الكل النساء معرض، لأنه في كمان العنصر الرجالي كمان في كتير منهم العواطف تتحكم فيه. لتجنب زيادة تأثير الضغوطات أنسي فيروز، وخاصة المزمنة منها، الضغوطات اللي بتكون بشكل مستمر وتكرر بشكل دائم، من أن يتحول الضغط الطبيعي، الحالة الطبيعية البشرية لدى الشخص لاضطراب كالقلق أو التوتر. هنا كيف يجب أن يتم تدارك الأمر؟ يعني كيفية التعامل مع الضغط النفسي قصدك؟ صحيح. تمام. كي لا يتم أو كي لا يتحول لقلق أو اكتئاب. تمام. هلأ هاي بصراحة في إلى كتير جوانب، كل شخص وحسب استجابته. تمام. بس فينا نسلط الضوء على كذا نقطة ونناقش فيها. مثلا نجي على تغيير أسلوب التفكير بداية. تماما. تغيير أسلوب التفكير، تغيير أسلوب الحياة، حزم في الأمور، تنظيم التفكير. تمام. تفريغ الطاقة الانفعالية. هدول كلهم بيساعدوا الشخص على أنه يتجاوز المرحلة بنوعا ما من الراحة النفسية. تمام. دكتورة أنسي فيروز، إذا كان الشخص مجبر أنه يعيش بضغط نفسي مستمر أو ما يسمى بالضغط المزمن، عنده طبيعة عمل بيطلب ساعات عمل كتيرة، عنده واقع عم بيعيشه، مضطر أنه يشتغل، مضطر أنه يعيش بهذا الواقع، كيف فيه يساعد نفسه أنه هالضغوطات اللي على شكل تراكمي ممكن يتحول لاضطراب نفسي؟ تمام. هلا نحن قلنا تنظيم التفكير، المنظم بداية يغير من طريقة تفكيره. تماما. خلينا نركز على هاي النقطة. أوكي. تنظيم التفكير. هلا نحن قلنا انه اذا الشخص كان عنده تنظيم بحياته بيكون اموره اسهل من الشخص اللي عم بيكون عايش بدون تنظيم. مثلا ينظم حياته، يعني يفكر اكثر. هلا الشخص المنظم بيقوم بتسجيل وكتابه الانشطه والواجبات، العادات الايجابيه. تمام. وبيمشي حسب ترتيب الاولويه عنده. اما شخص انه انا بدي اعمل هيك، بدي اعمل هيك، يتراكم عليه الضغوطات لانه غير منظم. صحيح. تمام. بالاضافه في شغله ثانيه كتير مهمه، هي حزم الامور.
الحزم. يعني أنا بدي أتعامل مثلا، هي كتير مهمة بالحياة العائلية أو الحياة المهنية. الحزم ببعض الأمور وعدم التساهل أو التنازل من أجل إرضاء الآخرين. الحفاظ على مبادئنا وقيمنا من الاستغلال تماما 100%. أنا لازم أكون منسقة مع العمل، مع العائلة، ما أفوت بالمتاهات أو المشاكل اللي راح تسبب لي ضغط نفسي. هذا الشيء ممكن يسبب نزف داخلي للشخص. أكيد. وفي كتير أشخاص عندهم الكتمان، طبيعتهم ما بيتحدثوا أبدا. ما هي التحدث بحد ذاته تفريغ الشاحنة العاطفية. يعني هي أحد الأساليب المهمة واللي بتساعد الشخص إنه يتحدث 100%. أو مثلا الضغوطات الحياتية هي بشكل يومي، هي جزء موجودة لدى كل الأشخاص. مثلا الصراع مع الآخرين أو التوتر أو الإحباط هي عم نعيشها بالظروف بصراحة. يعني بدنا نكون واقعين مع حالنا. كمان في عندك عدم المبالغة في الطموح. في كتير واقعيين 100%. لازم الإنسان يكون واقعي مع حاله ومؤمن بإمكانيات الموجودة عنده. في حال عدم القدرة على إنجاز أو تحقيق هدول الطموحات فبيسبب عند الشخص الإحباط. فلازم الإنسان يعني يحدد عدم المبالغة في الطموح. عدم المبالغة في الطموح، ويكون طموحه وفقا لقدراته. إذا ما كان يقدر يحقق هذه القدرات في مكان ما، يحاول يدور على راحته وينجز يدور على البيئة اللي بتساعده وفقا لإمكانياته. تماما. هلأ في عنا الضغوطات المهنية. كون أغلب الأشخاص اللي عنا سواء كانت المرأة أو الرجل بيتعرض لضغوطات المهنية، وخاصة في مجتمعنا 100%. الضغوطات المهنية هي بحد ذاتها التعبير عن الإجهاض العقلي والجسمي. تماما. فبتحدث نتيجة حادث أو موقف تسبب له القلق أو الانزعاج. تماما. أو عدم الرضا عن العمل. تمام. أو نتيجة ظروف عامة تسود بيئة العمل. يعني الشخص بيكون طبيعي تظهر لك قوانين أو ضغوطات فبتسود بيئة العمل أنت منك مرتاحة فيها. صحيح. الوقت عم يداركنا سي فيروز. يعني ذكرنا العديد من النقاط الهامة اللي بتكون عبارة عن نصائح، مهارات، أساليب تندرج ضمن إطار الرعاية الذاتية بشكل عام. يعني عم بنعيش بوسط واقع متسارع تزداد فيه ضغوطات بشكل يومي. المهارات التي ينبغي للإنسان أنه يتسلح بها للتأقلم مع هذا الواقع أو للوقاية من زيادة حدة الضغوطات النفسية لديه. أيوه. شو هن يعني نصائح فينا نوجهها لكل الأشخاص بشكل عام؟ تماما. هلأ تنظيم الوقت بتكون كتير مهم. ذكرنا حزم الأمور، تفريغ الطاقة الانفعالية، المداعبة والمزح. هلا كتير من الأشخاص مثل ما ذكرتي قبل الحلقة عم نمزح. قلتي لي إنه أنا بس انزعج فبحاول أمزح كتير مرات 100%. فكتير أشخاص بيستعملوا هاي التقنية وهي عن جد مفيدة. يعني بتخليك تضحك وتفرغ الطاقة والشحنة السلبية الموجودة عندك. صحيح. تماما. كمان الضغوطات المهنية لازم يعرف كيف ينظم تقنيات واستراتيجيات يكون يمارس العمل بمحبة، بروح رياضية يتقبلها. صحيح. تماما. إذا حابة تضيفي أي شيء أنسة فيروز تفضلي. أنا كنت حابة أضيف معلومة إنه التعامل مع الضغط النفسي لا يعني التخلص منه. صحيح. تماما. إنما هي إمكانية التعامل معها وإدراكها وفهمها لتجاوز الأزمات. طبعا بهاي الحالة أي شخص يتعرض للضغوطات النفسية وبيلاقي حاله إنه ما عاد يقدر، هو واصل لمرحلة الإنهاك، فيه يتواصل مع أخصائي نفسي أو مرشد نفسي. طبعا هاي دائما تيجي تحت السرية وخصوصية التامة. تماما. وفي شيء تاني حابة تسألي؟ حابة أشكرك كتير الأخصائية النفسية فيروز بيزي، كنتي معنا بالاستوديو تناولنا موضوع كتير مهم وهو الضغوطات النفسية وكيفية التعامل معها. وكمان كتير الشكر لمتابعينا مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير FM. هيك خلصت حلقتنا من برنامج الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شف حسن. إلى اللقاء. بوير FM. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية
شمال وشرق سوريا.